عملت ايه علشان اقنع زوجي بالنقاب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في قناة كوكي لايف واي، والنهاردة ان شاء الله الجزء الثاني من الحلقة اللي وعدتكم بيها، ازاي اقنعت زوجي بالنقاب. ما كانش موافق خالص، بقيت اكلمه مرة واثنين وثلاثة، طبعا من غير مشاكل ومن غير خناقات. حتى لو في مرة كلمته ورفض وتعصب من تكرار الطلب، بقلب الموضوع هزار، مش بعملها مشكلة يعني، ولا بدخل اوضتي وبتقمص انت ازاي تعمل كده واتقي الله، هتروح من ربنا فين، ده انت ربنا مش هيسيبك. لا، مفيش كلام من ده، وانت برضو ليكي دلال عليه. يعني انت عارفة بقى الاسلوب، لما بتعوزي حاجة حسسيهوش ان الوسط حنفي بيطلب منه، يعني انت انثى برضه، اطلبي بالحسنى. المهم لقيت الكلام مش جايب نتيجه، ولا الحيله ولا الخدعه ولا المداديه، وقافل دماغه خالص. رحت شاريه النقاب والخمار وحطيتهم في الدولاب، وفي يوم جمعه كنا قاعدين في البيت، دخلت لبست الخمار والنقاب على العبايه وطلعت في وشه. ايه رايك؟ راح بصلي كده شويه، وانا زوجي عصبي جدا ما بيتفهمش، يعني عنده لا يعني لا. انا قلت هيقوم يسيبني وينزل يخصمني فيها اسبوع، مع اني كنت بجرب، بس مجرد بوري له شكلي وهقلعه تاني. لقيته بيقول لي انت عايزه تنزلي كده؟ لو عايزه تنزلي كده ماشي. انا طبعا افتكرته بيتريق او بيرقد لي، بيعمل لي فخ عشان اقول له يروح مناولني. فلقيته يا سبحان الله بيتكلم جد، خدني ونزلنا سوا وشافني فرحانه بيه. عارفه انت اللي شاريه عربيه جديده وفرحانه بيها وبتاخد بيها لفه. بس على فكره، لولا انه شاف عليا تغيير حقيقي في حياتي وفي معاملاتي وفي عباداتي، عمره ما كان هيوافق. فلو زوجك رافض، شوفي السبب. يمكن هو حاسس انك عايزه تلبسيه كستايل جديد مثلا وخلاص، او شايف ان معاملاتك مثلا، سامحين يعني، لا تليق بالنقاب، وانك ممكن تتسببي في ان الناس تجيب في سيرتك وسيرته بالغلط. فلازم يشوف انك مسلمه صح زي ما ربنا قال، مش مجرد عايزه اخبي وشي وانزل بشكل جديد افرح بيه يومين. لازم يشوف برك باهلك وبرك باهله وحسن معاملتك له هو شخصيا. لان خدي بالك، كل كلماتك وحركاتك جوه البيت وبره البيت هتبقى محسوبة، واي حاجة هتعمليها هترشق في النقاب والمنتقبات. اي هفوة او عيب قد كده هتكوني سبب في ان كل الملتزمات تتعب. بص اللي لابسه نقاب بتعمل ايه، بص صوتها عالي ازاي، بص الالفاظ اللي بتقولها، بص عيونها المرسومة الملونة بالازرق والاخضر والايلاينر، بص العباية الضيقة اللي مفصلة جسمها. نقاب يم نقاب، ادي المنتقبات. والمتلككين كتير قوي بقى بيحبوا التلاكيك، وكل ده هيتقال عليكي من القريب ومن الغريب. واللي كنتي بتعمليه من غير نقاب ومحدش واخد باله منه، ساعة ما تعمليه وانتي بالنقاب هيتكلموا. حتى لون حذائك، يعني بصي ابسط حاجه، لو كنت بتمشي مثلا بحذاء احمر ولا اصفر من غير النقاب، لو حبيتي تلبسيه على النقاب هتلاقي كل الناس بتبص عليكي. ما ينفعش مثلا تقولي له عايزه البس النقاب وهو شايفك ما بتصليش، شايفك ما بتمسكيش المصحف مره تقري فيه، او بتمسكي التليفون مع اختك تجيبه في سيره طوب الارض، او اسلوبك في الكلام معاه او مع اهله او مع جيرانك وحش. لازم يلاقيكي اتغيرتي من جوه عشان يوافق انك تتغيري من بره، ما تبقيش قشره. ونفس الكلام بالنسبه لاهلك، والدك، والدتك، اخواتك، لو رافضين النقاب هم رافضينه ليه؟ لازم يشوفوا الاسلام الصح على افعالك واقوالك معاهم، عشان يعرفوا ان النقاب ده هيكون حاجه بسيطه جنب الخير والعبادات الكتير اللي انت بتعمليها. بالنسبه بقى لتعليقات الناس، طبعا راي الناس في اختياراتي الشخصيه عموما لا يمثل لي اي شيء. كنت باخد كل التعليقات بضحك وهزار، وما كنتش بزعل بقى ولا بكشر ولا اتقمص ولا اشيل في نفسي ولا حاسبن عليهم في سري ولا اعيش دور المضطهده. يعني طبيعي، يعني حاجه عمرهم ما شافوها عليا، وانت كنت فين وبقيتي فين، فلازم الناس تستغرب وتندهش. فكنت سايبه لهم مساحتهم في الاندهاش والاستغراب براحتهم، لحد ما يتعودوا بطاريتهم تفضى ويبطلوا كلام. اللي كانت تقول مكبرك، اقول لها يا اختي وانا هتجوز، ما خلاص يعني هناخد زماننا وزمن غيرنا. واللي تقول لي انت شبه العفريت، كنت اموت على نفسي من الضحك، اقول لها حسبي بقى احسن هطلع لك في الضلمه، ونضحك وتعدي يعني. فاي انتقاد من الناس اللي اعرفهم كنت باخده بسعه صدر وضحك وعادي، لحد ما تعودوا وبطلوا، وبقيت انا المفتي بتاعهم. اللي محتار في اي حاجه عايز يعرف هي حلال ولا حرام بقى يجي يسالني انا، لانهم عارفين ان هعرف ادور لهم صح واجيب لهم الفتوى السليمه من مكانها. اما بقى لو تعليق سلبي من حد معرفوش، يعني في الشارع مثلا، كنت بعمل نفسي مش سامعه وبتجاهله تماما. حضرتك لا تعني ليا اي شيء في طبق اليوم، انا حره ولابساه زي ما انت حره وقلعاه، بس كده. دي حكايتي مع النقاب. مش عايزه اطول عليكم وقت الفيديو، وفي الحلقه الجايه ان شاء الله هكلمكم عن اسباب رفض الاباء والازواج ان بناتهم وزوجاتهم يلبسوا النقاب، وازاي تتكلمي معاهم وتقنعيهم. ولو انت منتقبه اكتبي في تعليق سبب لبسك للنقاب، ولو انت نفسك تنتقبي اكتبي ايه اللي معطلك عن الخطوه دي، ولو انت مش منتقبه ولا عايزه تنتقبي اكتبي حدودك وصلت لحد فين من امر ربنا لينا بالحجاب. بتلبسي ايه، تربون ولا طرحه قصيره ولا خمار ولا طرحه طويله، ويا
ترى على بنطلون ولا على جيبه وبادي ولا على عبايه واسدال؟ هل نفسك تطوريه وتقربي من ربنا اكتر وترضيه اكتر، ولا مرتاحه كده؟ ربنا يرزقني ويرزقكم القرب منه ورضاه والجنه. ويا ريت تبعتوا الحلقه لكل حبايبكم لو عجبتكم، وما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناه لو انت جديده معايا، وفعلي الجرس علشان يوصلك اشعار بكل حلقه تنزل على القناه باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.